كلنا فقدنا حد غالي علينا. أب كان هو السند والظهر، أم كانت هي الحضن اللي بترجع له مهما الدنيا وجعتك وجات عليك، أو صديق كان أقرب حد ليك وبتحكي له كل حاجة وكان مرايتك، أو شريك حياة أو ابن أو جد أو جدة، حد كان عزيز عليك بجد. في اللحظة اللي حد غالي علينا بيسيبنا ويمشي، هي اللحظة اللي بنحس إن جزء جوانا مات. بنمشي وسط الناس وبنتعامل وبنتكلم، بس جوانا حاجة مكسورة، جوانا حاجة مش طبيعية. بنضحك وبنعدي الدنيا وبنعدي اليوم، بس الضحكة بتبقى من بره بس، لكن جوانا بنحس ان هو مطفي قوي. ويمكن اوقات كتير تحس ان انت مش قادر تتنفس، وان اليوم مش عايز يمشي، وانت بتمشي دنيتك وخلاص، بس مفيش اي حاجة بقى ليها طعم. لو انت بتمر بالمرحلة دي او حسيت بيها في وقت من الاوقات، انا جاي اقولك انت مش لوحدك، انت طبيعي. انت مش مأفور في احساسك ولا حاجة زي ما الناس بتقولك، ولا انت نكدي وقافل على نفسك. طبيعي ان ده يحصل لنا، بس مش طبيعي ان انت تفضل فيه لوقت طويل وما تحاولش ان انت تخرج وتفضل مستسلم للوضع اللي انت فيه. النهاردة في الفيديو احنا جايين نتكلم عن شوية تمارين ممكن تعملها تخليك احسن، تخليك قادر تواجه الحياة وقادر تتعامل معاها. التمارين دي مش عشان تنسى، احنا عمرنا ما هننسى حد كان غالي علينا، لان ساعتها هنبقى عمرنا ما حبيناه بجد. لكن التمارين دي هتساعدك ان انت تقدر تعيش حياة طبيعية، ترجع لحياتك مرة تانية، وتخلي الصدمة اللي انت مريت بيها خلتك اقوى بدل ما تخليك تضعف اكتر.